بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. المتكلم الحسن ولدوم أول على مستوى ولاية العصابة، مسابقة البكالوريا شعبة العلوم الطبيعية. أود أولا أن أشكر وكالة المسيدة ميديا لقدومهم هنا. كامل الشكر والاحترام والتقدير لكم على هذا المجيء. ثانيا أود أن أوجه تحية خاصة لطاقم مؤسسة ثانوية قيروعة، من انطلاقا من المدير عبدول إلى بقية الأساتذة، أستاذ علوم الطبيعية محمد رمين، أستاذ الفيزياء وتار، وأستاذ الرياضيات صلاح الدين، وبقية الأساتذة، أستاذ التربية الإسلامية يدوم الجيلي، وأستاذ العربية، وأستاذ الفرنسية كذلك، وأستاذ الإنجليزية سيدي. ثانيا ثالثا أود أن أهنئ زملائي الكرام على نجاحهم المتفوق خالد ناصر الدين، وكذلك محمد الأمين عبد القادر على نجاحهم المستحق. طبعا النجاح التفوق يتطلب مجهودا كبيرا. هناك فرق كبير بين من يريد النجاح ومن يريد التفوق. من يريد النجاح يسعى سعي من يريد النجاح، ومن يريد التفوق عليه أن يبذل جهدا أكبر. التفوق يتطلب مجهودا كبيرا من المراجعة كذلك، ومن التطبيق، ومن مراجعة الدروس. وكذلك أريد أن أخبركم أن النتائج لم تكن من المتوقع، بل كان التوقع أكبر من تلك النتائج. كنت أتوقع أن أكون من الأوائل على المستوى الوطني، لم أكن من الثلاثة الأوائل، أن أكون من 10 الأوائل على أقل تقدير. ولكن بعض النتائج المواد الأساسية مثل الرياضيات لم تكن متوقعة. كنت أتوقع نتيجة 20 علامة 20 أو 19 في الرياضيات، لكن فوجئت بنتيجة 17. لا أعلم من أين أتت تلك النتيجة. على علمي أني قارنت عملي بكوركسيون مودرن التي أخرجت الوزارة. كانت العمل متطابق حتى أني تأكدت 100% من 20 كاملة لعلامة الرياضيات. وتلك النقاط لم تكن صحيح أنني لا أحتاجها لكي أنجح، لكنها كانت ستحدث فارقا كبيرا. 3 نقاط في الرياضيات كانت تشكل فارقا كبيرا في المعدل أكيد. لكن الحمد لله، الرضا بما قسمه الله، ونحمد الله سبحانه وتعالى. أنا أستحقه على الله، الحمد لله. أود أيضا أن أخبر التلاميذ المقبلين، زملائي المقبلين على البكالوريا، زملائي الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح هذه السنة. النجاح ليس شرطا، الشرط هو العمل، أن نراجع الدروس ونحفظ، أن نكثر التطبيق. والنجاح هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. النجاح نصفه عمل نصفه توفيق. من لم يوفق هذه السنة فيعمل، أكيد سيوفق السنوات المقبلة إن شاء الله. وكذلك أحث تلاميذ زملائي الذين لم ينجحوا والذين سيشاركون في الدورة التكميلية على المثابرة والنجاح. أود أن أضيف أيضا أساتذتي الذين لم يكونوا في ثانوية، لم تشملهم مؤسسة ثانوية قيروعة، أستاذ العلوم الطبيعية أستاذ خلوق إدريس. لم يكن مجرد أستاذ، بل كان أكثر من ذلك. كان كل شيء بالنسبة لي. كان أكثر من مجرد أستاذ. كان أشكره شكرا جزيلا على كافة الدعم الذي قدمه لي، وكامل الوقت وكمية الوقت الهائل الذي أعطاه لي. أكيد لولا الوقت الذي خصصه لي من وقته، جزاه الله خيرا، ما كنت لأصل إلى ما وصلت إليه. أود أيضا أن أشكر أستاذ محمد أستاذ الفيزياء، محمد الأحمدية أستاذ الفيزياء. أستاذ محمد درسني في السنة الثالثة إعدادية والسنة الرابعة إعدادية.
والسنة الخامسة كذلك، ودرسني هذه السنة في السوائل الإضافية. أشكره شكرا جزيلا على كمية الجهد الذي بذله. أكيد ونتيجة الفيزياء كانت من أفضل النتائج بالنسبة لي، حيث حصلت على 19.125. أكيد هذه النتيجة كانت بفضل جهده، جزاه الله خيرا. أقدم له تحية خاصة له ولأستاذ إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.